بتبلش القصة بالصين بمدينة اسمها فوشان، زمان شوي يعني حركة 90 سنة. هاي المدينة يا اخوان الفنون القتالية والدفاع عن النفس عندهم تسفيح والكل بتدرب. عندهم واحد اسمه إب مان، يا اخوان هذا زلمة محترم ومسالم بس بنفس الوقت جارح وقد حاله شويتين ثلاث. وهاي الأنثى بتكون مرته، وهذا اللي بإيدها الولد الصغير بكون ابنهم الصغير. ودائما بيجوا عليه المدربين اللي فاتحين نوادي يتحدوه بس على الفاضي، يعني اول عن اخر بيطلعوا لهم بشويه كفوف، على كم ضربه على الوجه، على شويه تفقيع عيون. وهون يا اخوان لازم نعرف شغلتين مهمات، الاولى انه هو اصلا ما عنده مدرسه تدريب، والثاني انه لما يتحدى حدا ما بضرب عن جد، يعني بتلاقي ضربه على الخفيف او اصلا على الهوا زي ما انتم شايفين هون. نيجي للجد، هذا خفيف الدم بيجي على المدينة فاقع حبتين برازيلي وكابسة معه على مشاكل، بتحدى أي واحد نافخ حاله وبيحكي عن حاله زلمة، وبصراحة بلحم وجههم كلهم لمدربين النوادي. الأول بدعس على وجهه زي هيك، والثاني عنده بعلم عليه خاوة ودوين، والثالث بيعمل له حركة بيطير فيها زي الأفلام الهندية. لحد ما واحد يحكي له أنت عامل حالك أزعر، روح أول اغلب إب مان بعدين تفلسف. شو بدك بالطويل؟ بروح عليه بيحكي له اسمع من الآخر جاي أعلم عليك وعلى عيلتك وعلى كل أهلك. ولما بيعرف انه علم على المدينة وعلى كل المدربين بطلب من الكل انهم يطلعوا برا. لما يبلش التحدي إب مان بكون بس بدافع ما بضرب، يعني بده يشوف شو وضعه. وبعديها معلم الله لا يحطك محله، اكل قتل بوزع على الوطن العربي، وصراحة سأله كم سؤال، حكى له شوف هاي العصاية بتوجع بتلسع، طب كيف الوضع، لحد ما شمط ضرب بلزق وجهه بالبلاطة الخامسة على الارض. بس يصحى بيحكي له حقك على راس اختي وانا اسف يا زعيم، وبطلع يا كبير قدام الناس يا كبه يا تعسه، وعلى وجهه لزقة جونسون تحت الظهر. وبتضل الحياة ماشية والأمور تمام في السليم، لحد ما تصير يا اخوان بعد فترة حرب اليابان على الصين، اللي فيها بوخدوا بيته وبيعملوه مقر لليابانيين خاوة، وهو بروح بعيش مع عيلته بمكان زفت بعيد عنكم. والصين بتقلب وبتتحول لمجاعة وعيشة عاطلة باطلة. ولما مرته بعد فترة بتتعب وبخلصوا المصاري بروح يشتغل بمنجم للفحم، لحد ما يلاقي واحد من اللي كانوا يتدربوا معه زمان، واحد من أصحابه اللي هو هذا الزلمة، اللي بيحكي له انه كل اللي بيشتغلوا هون اصلا متدربين فنون قتاليه لاسباب هسه بنعرفها. والسبب معلم انه كل يوم بيجي الجيش الياباني وباخذ منهم ناس يتحدوا اليابانيين في قتال، واللي بيفوز بعطوه كيس رز اللي هو هذا الكيس. المهم لين صاحبه لإب مان بقرر يروح، ولما يروح بشوف هناك واحد من المدربين بقاتل منيح، وبالفعل اخذ رز وروح. المسؤول تاع اليابانيين بتكبس معه وبحكي لهم يعني عاملين حالكم زعران، نادولي 3 منهم اشوف يا قوادين افرجيكم الصح. وعشان الصدفة تكمل لين صاحبه لإب مان بكون واحد من الثلاثة هدول، اللي الصراحة بتبهدلوا بهدلة الكلاب وبضربهم الثلاث. ما هو برضو نيجي كمان للصراحة المسؤول الياباني مش قليل. وبعد ما يخلص النزال صاحب إب مان بنحرق راسه وبرجع بهجم عليه وبيحاول، بس الياباني مش متضربة إلها فوائد، الأولى إنه نظف الرئة من ثاني أكسيد الكربون، والثانية شافه بيعرف يفسخ ولا لا. تاني يوم بالشغل إب مان بيسأل المترجم عن صاحبه، بس يا اخوان على الفاضي ما في جواب، وهذا اللي بيخليه يروح مع الناس اللي بتتحدى اليابانيين عشان يعرف وين راح صاحبه. واول ما يوصل بيلاقي المعلم ليو اللي فاز قبل هالمرة بكيس رز، طالب يتحدى 3، ولما بيخسر منهم بطخوه وبوقع قدام عينيه على الارض. كل هاي التراكمات واخرها القتل اللي صار قدامه بيخلوه يلسع ويفقد، وبدخل على حلبة وبطلب يتحدى 10 يابانيين. صراحة مش راح احكي لك اللي صار، لانه كان يضرب بقلبه رب ويكسر بغل ونفخ وجوههم كلهم، هذا غير طبعا اللي ماتوا وترموا على الارض واحد واحد، يعني ما خلى منهم حدا. مايورا اللي هو المسؤول انبسط انه في واحد بيقدر يلعب معه، وبنفس الوقت إب مان ما اخذ الرز اللي فاز فيه، بس اخذ رز المدرب اللي طخوه ووصله لاهله وبلغهم انه مات. المهم نرجع للزقة جونسون اللي اكل قتل اول الفيلم، بهجم على مصنع بيكون لاخوه لإب مان عشان ياخذ منه مصاري خاوة ودواوين. المصنع بيكون لصناعة الألبسة. المهم بس يوصل الخبر لإب مان ويطلبوا منه انه يدربهم، يعني عشان اقل ما فيها كل واحد يدافع عن حاله في حال رجعوا الناس هذول عليهم. وبالفعل يا كبير ببلش يدرب فيهم كلهم واحد واحد من الكبير للصغير. وبس يرجع بعد فترة الزنخ خاض بوقفوا له وبيدافعوا عن حالهم حتى لو ينضربوا، بس اهم اشي يضلوا صامدين. وشو بدك بالطويلة، واول ما يجي إب مان بيرجع بفقع عينيه وبيعلم عليه كمان مرة وبيحكي له ولك انت ما تعلمتش من اللزقة الاولى، هاي كمان لزقة على الجهة الثانية، يقلب يلا. تاني يوم بلاقي الجيش عنده بالبيت بدهم اياه، وعشان واحد منهم اطلع على مرته بلبسه في الحيط وبخيط 2 الباقيين مع بعض. وقدر بعديها المترجم ياخدهم ويخبيهم في بيت يعني مش معروف للناس. ولما عرف المسؤول الياباني عن قصة المصنع ببلشوا تحقيق، خلص بدهم يعرفوا وينه، واول ما ببلشوا ضرب في اخوه عشان يعترف عن مكانه.
وقبل ما يجي يقتلوا أخوه بيجي ركاض إب مان وبسلم حاله لمين؟ للجيش الياباني. المسؤول الياباني بيجي عنده بيحكي له اسمع معلم، من الاخر عندك حلين عشان ما تموت، الاول بتدرب الجيش الياباني وهو طبعا برفض وبيحكي لا، قال له معناته الشغله الثانيه بتتحداني قدام الناس، بيوافق وبقول له ماشي. وبالفعل معلم بجهزوا كل اشي وبكونوا جايبينه زي نصار ابن عريبي والشعب الصيني قاعد بتفرج. نيجي للزاكي، بتبلش المباراة وبتكون من أولها مولعة والكل حميان على الثاني، وما بدنا ننسى شغلة يا إخوان إنه الياباني كمان مش قليل، يعني برضو قد حاله. أولها بمكيج إب مان من جهة بضربة سريعة، وبعديها معلم عينك ما تشوف إلا النور، ما ضل مكان بجسم الياباني سليم، كله تمكيج، أكل قتل يا إخوان، وما ضل ولا ضربة بيعرفها إب مان إلا طبقها عليه عملي ونظري، وعلى وجهه 60 كف على جهة واحدة لحد ما فاز عليه ووقعه. ولسه الناس مبسوطة وقاعدة بتغني نمبر 1 إلا رصاصة من الخنزير هذا بتوقعه، وبتكون ردة فعل من الناس عنيف اللي بيعملوا ثورة وبفجروا الدنيا، وبتقدر مرته وأخوه ينقلوه ويطلعوه من المكان، وبرضه يطلعوه من المدينة ويخدوه على مكان آمن لحاله. بتبلش أحداث الجزء الثاني بعد ما انتهت الحرب بين اليابان والصين، تحديدا 1950. آي بي بكون استقر وظبط الدنيا وخلص الحرب، خلصت والأمور تمام. يا إخوان هذا بني آدم ما بيعرف إلا يدرب، فبكون قاعد عواطلي بنشر الغسيل وطالع جاي بيشتري خضرة، أو يعني هيك شغلته. حتى الحج بتقول له يا زلمة روح اشتغل، لاقي لك شغلة، انزل كنترول باص أي شيء، لحد ما يجي واحد يقول له معلم أنت شو بتعمل هون؟ بقول له أنا اسمي آي بي. بقول له تشرفنا، بدي أفقع وجهك. ما بيعرف انه اي بي زلمه ممكن يقتل 800، بيحاول يهجم عليه، بس اي بي مان بقوله تعال افهمك شغله، بلزق ذانه يا اخوان، في الذان بتكون هاي بتعرف الذان اللي تحت، بلزقها في عينه. الشاب الغالي شو بيعمل؟ بروح بقول له انا بدي افرجيك الصح وعلى اصولها، انا بفرجيك. بروح بجيب جماعته على اساس انهم ايش يعني بده يسيطروا على الوضع، بده يفقعوا عين ايش؟ اي بي مان. ولما اي بي بفقع وجههم وبضربهم بقولوا له معلم حقك علينا، بدنا اياك تدربنا. بقولوا شو ادربكم؟ بقول زي ما بقول لك دربنا. وبالفعل على السطح ببلش يدرب، وصوته صيته بفقع، صيته بفقع يا اخوان، والامور تمام، وببلش يلم ناس، وكل شوي بيجي ناس ثانيه وبلبسهم ابيض وبصير لم مصاري، بلش يلم اشي فخم على الاخر. ومع انه الوضع كان تمام، بس بلحظه من اللحظات بتذكر واحد من اصحابه اللي بشوفه كان بكون مدرب فخم، بس الوضع خلص هلوس وانجن بعد الحرب. نسيبه مصدوم وخاف عقله، ونروح لواحد من الشباب اللي بتدربوا عنده لما يتمشكل مع شباب من مدرسه ثانيه بنفس الحي، وهو بكون كثير قوي ومظبط اموره، بس الشباب بتكاثروا عليه، بلزقوا عينه في تحت المجاري على الارض وبفقعوا وجهه وباخدوه رهينه. بيجي الخبر لعند مين؟ لعند اي بي. شباب شو القصه؟ والله اخذوه. بقول لهم طب هيني جاي انا بفرجيك شو بدي اعمل. بروح عليهم شباب يعطيكم العافيه، والله انكم مناح واحسن مني، بدنا الشاب اللي اخذتوه معلش حقوا علينا. بكونوا كثير زنخين يا اخوان، فهذا الحكي بيخلي اي بي يضطر يستخدم العنف حبتين شوي، يعني عنفين 3 4 أعناف إخوان بدقوا ببعض، ما بيخلي حدا في المدرسة اللي رايح عليها إلا بفقع وجههم، ضربوا بوكسات وشلاويط، انسى لعبته على الآخر. لحد ما يجي واحد من الشباب يقول له هوب شباب إيش مالكوا، إحنا أولاد وطن واحد يا غالي، نهدى شوي. ولسه بدي يروح، بيجي المسؤول عن المدرسة اسمه جعفر، بقول له أنت مين اللي سمح لك أصلا تفتح مدرسة؟ أنت قبل ما تفتح مدرسة لازم تمر على عدة اختبارات، لازم تواجهنا كلنا. اي بي بصهم بقول مال انت احليك شواربك يا غالي. بقول له زي ما بقول لك رتب حالك. وبالليل بكون اي بي قاعد مع صاحبه، بقول له شو بدك تصير، خلص خلينا نروح نشوف شو القصه، شو بدك بالطويل معلم، نروح للمكان تبع التدريب. ويا اخوان بكونوا حاطين خوازيق، كيف مثلا اخر الشهر اجار البيت، فاتوره المي، فاتوره الكهرباء، خوازيق كتيره بتكون حواليهم الطاوله، وبدهم ايش يتباروا فوق الطاوله وحواليهم الخوازيق الطيبه. ببلش مع اول مدرب. يا اخوان شو بدي اقول لك، بتعرف كيف سنيوره بتقطعها؟ بفقع وجهه، بمزع ذنيه، يعني بوقتش معه 3 ثواني وربع بكون عامل له 4 حركات وبوقعه. بيجي المدرب الثاني بقول له انت زمان ما حلقت دقنك، هسه بدي افرجيك الصح. بيلسع يعني شو بدي اقول لك، احضر الفيلم تعرف قديش هو لزقة جونسون بيعمله تحت الظهر، وبلزقه ايش في الطاولة. جعفر الموضوع على الكامل بيستفزه، بقول له انت يعني انت ايش دوري يا ابو الغوالي. ببلش طبعا جعفر عنده ميزة بطير، مش دايما بطير، على الخفيف. ببلشوا يتدربوا يلسعوا بعض ويضربوا بعض ويفقعوا وجوه بعض، والصحافة قاعدة بتصور من مكان بعيد بالخفية، لحد ما الحرب اللي بينهم تخلص بالتعادل. بيجي جعفر بقول له معلم
امورك تمام، روح درب، لقد سمحت لك بالتدريب. يعني هو زلمه اللي شايف حاله قال هيك. اي بي مان بسلك له، ما هو شايف شواربه اطول من ذنيه، شو بده يعمل فيه؟ قال له خلص امورك تمام معلم. ومن ناحيه ثانيه الصحافه بتكتب انه جعفر تبهدل وانمسح في الارض، وهنا بخف عقل مين؟ الشباب اللي بتدربوا في نفس المدرسه بعد ما الخبر ينتشر في كل المناطق السكنيه اللي موجوده، عشان المدرستين يدقوا ببعض ويلحموا وجوه بعض في حرب اهليه خفيفه صغيره بتكون عباب المدرسه تاعت اي بي. يا اخوان بكسروا الدنيا وبطبشوا يعني على عبط. لما الحكي يوصل لاي بي بخف عقله، بقول لهم شباب يعطيكم العافيه، انتم مين حكى لكم تعملوا هيك؟ انا بدي احل لكم الموضوع. وبروح لجعفر بقول له جعفر انت مصدق حالك؟ والله بحلق لك شواربك يا زلمه، والله بحلق لك شواربك. وبيجوا بدهم يدقوا ببعض على الخفيف، بس بدخلوا الاولاد الصغار، هذا اللي بيخليهم يهدوا وانهم الامور تمام وصحبه والامور ماشيه ولذيذه يعني خلص. ومن الناحية الثانية كمان ابنه اللي عايش ومرته اللي حامل وحياته الشخصية والأمور تمام وقاعد بدرب، بنفهم إنه جعفر بلش يلين لما شافه زلمة مرتب وقول له اسمع عازمك على مباراة. والمباراة بتكون عبارة عن مباراة ودية بالملاكمة بين واحد من الشباب الصينيين وواحد من المستعمرين البريطان، لأنه بريطانيا بتكون مستعمر الصين وبدها تفرض سيطرتها بالملاكمة قدام الكونغ فو، وبتكون مباراة ودية على الخفيف، يعني الموضوع مش مستاهل، يعني الموضوع هيك خفيف. بس مين المشكلة؟ المشكلة في عادل، هذا عادل الملاكم البريطاني اسمه عادل، اصوله مش عارف من وين، المهم اسمه عادل. باخذ الموضوع جدي وبلش يضرب عن جد، هذا اللي بيخلي الكل يتدخل، وحتى اي بي وجعفر بيطلعوا يتدخلوا يحلوا الموضوع. ولما يشوفوا صاحبهم كثير متلطوش بقول له انت تجاوزت كل الخطوط وانا بدي اعلمك الادب يا عادل يا بريطاني يا كلب. وبتبلش هون حرب بين جعفر وعادل، ملاكمة وكونغ فو. عادل زلمة عمره 20 سنة، هذاك ببلش يحاول يضربه، بس بتبهدل جعفر بهدلة المحترمين المبهدلين، حتى بمكياج وجهه مكياج فخم تبع عرايس، بغمى عليه وبوقع، ولما بتأكدوا من بؤبؤ العين بكون طاير بؤبؤ العين. يا اخوان جعفر بودع البطولة بدري، بودع الدنيا أسرع لأنه بيموت، وهون بخف عقله اي بي لأنه مات. حتى لو صار لي يومين بعرفه الطريقة اللي مات فيها وانتشرت في الصحافة إنه البريطان الملاكم البريطاني غلب واحد من المعلمين، خفف عقل مين؟ خفف عقل اي بي. وبنفس الوقت الحكومة البريطانية بخف عقلها عشان ما يصير في شغب في المنطقة اللي هم فيها، وشافت انه الناس بلشت تتوتر والموضوع بلش يستفز كل الناس، بيضطروا يعملوا اشي فخم. الاشي اللي بيقرروا يعملوه انهم يعملوا مؤتمر صحفي يدعوا فيه كل الصحفيين ويقولوا عادي جعفر كان ضعيف، يعني المشكلة احنا ما كان ناوي يقتله، بس هو كثير ضعيف وما تحمل اللكمات، وجماعتنا عادل انت كنت ناوي تقتله. بقول له عادل ابدا انا بدي اقتله، انا ولا إلي دخل. والحكي قاعد بنتشر، ومين اللي بيكون متوتر من هذا الحكي وعارف انه هذا الحكي اذا طلع راح يخرب الدنيا؟ عمك مين؟ اي بي. اي بي بيكون ماشي سلو موشن اموره تمام عشان يدخل عليهم على القاعة بكل ركازة وخاف عقله وبمزحش بالمرة. نقول له معلم أنا بدي أتحداك وبدي أفرجيك إنك أنت زلمة ساقط وبدي أعلم على وجهك. وبروح لمرته وبقول لها اسمعي خدي ابنك وروحي عند مرت جعفر أولادي غاد، لأنه أنا بدي البيت عشان بدي أتدرب، الوضع مش مزحة بالمرة يا غالي، يلا الله يسهل أمرك. شو بدك الطويلة؟ بالفعل اي بي ببلش تدريب على ابو جنبه طرف، وبنفس الوقت مرته بتجهز لتولد، وهو كمان بيحاول انه يتدرب باكتر اشي بيقدر عليه، لانه عارف انه الخصم مش سهل، وعارف انه جعفر كان اشي فخم. ونفس الاشي الصحافة وكل الناس بيستنوا هاي المباراة على احر من الجمر، لانها رد اعتبار للصينيين من وجهة نظرهم، والبريطان كذلك الامر، هم الجماعة اللي مسيطرين، عشان تبلش المصارعة والجولة بوسط ناس ومهولة، ناس يعني قاعدة بتحضر من كل مكان. بظبطهم الأقرع هذا يعني بقول لهم الحكم ماشي أموركم شباب، عشان يبلش اي بي. يا اخوان ببلش كيف؟ يبلش طريقة الدفاع، بده يعرف خصمك، يعرف خصمك، يعني من الآخر بده يعرف شو وضع عادل، شو الوضع. بس هذا لا يمنع انه بده يكون له هواية فخمة، بكون له بوكس من اللي بيحبه قلبك، لحد ما تخلص الجولة الأولى بكون صامد على رجليه وأموره في السليم طبعا، وكل الناس قاعدة حواليه يعني بدهم يشجعوه، ما هو هذا الفخم تبعهم ولا شو. هذا الحكي بيخلي عادل يقلق من القوة تاعت اي بي، عشان يتدخل الحكم ويمنع اي بي من استخدام رجليه بالمرة. معلم انت ملاكمة مش كونغ فو، بس ايديك. هذا الحكي بزبطش مع اي بي، بس بقول لهم ماشي الامور في السليم، يلا بلش يا ابو الغوالي. لسه بده يبلش، لسه ما صفر الحكم، بوكل بوكس غدر، هذا اسمه خيانة. وهون اي بي بقعد يتذكر صاحبه جعفر اللي مات، عشان يقوم ويفقع عينيه. اخوان بخزق عينيه رسمي، وكل حركة بضربه بكون بتذكر بجعفر لحد ما يضله يفقع في وجهه، يفقع في وجهه، يفقع وجهه
الوجه، لزق المنخار في التم، والذنين سكروا على بعض من كثر الوجع عشان تنتهي. وكل الصينيين يا اخوان، مش بس اللي موجودين بالحلبة، الصحفيين اللي في الشارع كلهم انبسطوا، لانه هو عبارة زي ما حكينا عن رد اعتبار. ولما اي بي خلص وفاز بسلموه المايك وبيقولوا له شو حاب تحكي، بقول لهم انا هون عشان اخذ بثار جعفر. لا، مش عشان اخذ بثار جعفر، ولا عشان احكي انه الكونغ فو احسن من الملاكمة. انا هون عشان في اشي اسمه كرامة. انا رجعت كرامة صاحبي جعفر، ورجعت كرامة الصينيين كلهم. وبالفعل بيطلع من الحلبة مبسوط فرح، بدور على مرته عشان تلاقيه جايباله ولد جديد بسميه سالم يا اخوان. بالمناسبة بقول لها شو سالم سنن؟ بتقول له سلم ايش مالك اذا مسنن؟ ايش اذا ما صلوش 3 ساعات مولود سنن ايش؟ بقول لها لا انا بعرفه بسنن بدري هذا. ما علينا. وبنهاية الفيلم يا اخوان بنشوف مشهد اشي فخم، وزي ما حكينا انه الفيلم بيكون عن قصة حقيقية. ولد صغير عمره 5 سنين بيجي عليه وبقول له معلم أنا اسمي بروسلي وبدي إياك تدربني. بقول له أنا راح أدربك بس لما تكبر شوي. ويقال إنه هذا مدرب بروسلي الحقيقي. ببلش الجزء الثالث يا اخوان، وبكون مارق 10 سنين على الموضوع عشان بروسلي يرجع له ويقول له معلم انت قلت لي اكبر وارجع بدك تدربني، ايش وضعك؟ بقول له طب استنى شوي، في كم من حركة بدنا نعملها. بيفقعوا كم من عصاي. بروسلي بيكون زلمة مرتب، بس بالاخر بقول له بفتح له الباب، يعني زي اللي بقول له مع السلامة، هيك بفهمها مين بروسلي. نسيبهم ونروح للاولاد الصغار اللي بيكون واحد من اولاد اي بي متمشكل مع واحد ولد صغير، بنادوا ولي الامر المدرسة، معلم دير بالك على ابنك، يعني اذا انت قوي بدنا ندير بالنا على وضعنا. وبنشوف من ناحية ثانية انه ابنه قاعد بتدرب بده يصير زيه. وبنفس الوقت اي بي بتعرف على عباس اللي هو تمشكل مع ابنه وبصيروا صحبة. واذا بدنا نروح لعباس يا اخوان، هذا بني ادم بيلعب مباريات غير قانونية عشان يلم مصاري. هاي المباريات الغير قانونية مين بيسويها؟ تايسون هو المسؤول عن الموضوع. طبعا ما بعرفش ايش اسمه، بس هو تايسون بيكون، وهو الزلمة اللي مسيطر. وبكون عنده مجموعة عصابات، هاي العصابات ايش ما بده بيعملوا، زلمة مكبر راسه. ومن ناحية ثانية بتفاجأ اي بي بمعلمه اللي دربه زمان، اللي بيجي معه بتصوروا كم من صورة وبرتبوا امورهم. وننساش مرته إلها قصة يا اخوان. باخذوا صورة تذكارية والامور في السليم. وبرضه اي بي قاعد بتعرف على عباس، ويعني الحياة حلوة بيناتهم. وفجأة بيجوا جماعة تايسون على المدرسة عشان يخربوه ويكبوا زنختهم. ما بيلاقوا قدامهم الا اي بي بخبط على خلقتهم وبرن على الشرطة تاعوا شباب في ناس قليلة حياة هون لموها. وبالفعل بيجي الشرطي ابو لغليغ وبقول له معلم والله الوضع انا مش قادر اسيطر عليه، بدنا اياك تساعدنا يا ابو الغوالي. اي بي انت زلمة متكتك وزلمة قوة خارقة. وبالفعل عشان الموضوع زاد عن حده وصارت كتير من المضايقات للمدرسة، بنلاقي اي بي مان شو عمل؟ قاعد حط كرسي ورجل على رجل وقاعد عند المدرسة يستنى اي حدا بيقرب عليها. وبالفعل المسويات بعد صلاة المغرب الكل بيكبس مين؟ على اي بي مان، على المدرسة، بدهم يكسروها ويحرقوها. وبالفعل بيقدروا يدخلوا ويحرقوا كم من شغلة، بس اي بي مان بيكون زلمة قد حاله بفقع وجوههم واحد واحد. وبتكون المفاجأة انه عباس بتدخل في المعركة وبفقع وجههم معاه. ويعني اي بي مان بخف عقله، شو هذا الزلمة هذا وانت طلعت لعيب وانا مش داري عنك يا ابو الغوالي، والله يا عباس انت مش قليل. بقول له حبيبي والله عندي شغل انا بدي اروح. وعباس بكون من ناحية ثانية بدور على بيت، ووضعه وضعه مأساوي، يعني لا يغرك العضلات. ومشكلة الشرطة ابو لغليغ كمان انه الحكومة البريطانية كل ما يحبس حدا من جماعة تايسون بيجوا بيطلعوهم. يعني خلص ما هم مرتبينهم مع بعض انه هذول احنا بدنا اياهم يضلهم يعملوا شغب وامور غير قانونية في المنطقة اللي هم فيها. وبنفس الوقت اي بي بيجي عليه المعلم تبعه بقول له شو معلم شو الاوضاع، تعال افرجيك الدنيا. وهم طالعين بيرجعوا بهجم عليهم نفس الشلة الزنخة. بس هون بيكون المشكلة انه واحد قرب على المعلم تبعه بده يطعنه في كليته يطلع القفص الصدري. اي بي مان بطق له اصبعه اليمين مع رجله الشمال وبيقلبه على الارض ولسه بدها تولع. بيجي الشرطي ابو لغليغ بقول له معلم روقع حالك. بقول له شو روقع حالك؟ انا كل مرة ما في تحبسني. طبعا عينهم قوية، ليش؟ لانه الشرطي بضل يطلعهم. وكمان بنفس الوقت مرته لاي بي بتكون مريضة مرض سرطان ومخبية عليه. والشرطي قاعد بشكي له همه، بقول له معلم والله ما عارف شو بدي اسوي. واي بي مان ويله مرته، طبعا هو مرته ما قالت له انها مريضة سرطان بس مبين عليها انها تعبانة. لما تعرف انها مريضة سرطان بخف عقلها رسمي وبتقرر انها اصلا ما تحكي له عن الموضوع عشان ما تخوفه وما تحكي له انه انا مريضة سرطان. بتكتم جواها عشان الموضوع ما يضره نفسيا. شو بدك بالطويلة نرجع لعباس وقاعد بيلعب المباريات الغير قانونية عشان يجوا الشباب تاعون تاينس ويقولوا له اسمع معلم هاي شوية مصاري، يعني بغروب المصاري بيقولوا له احنا ما بدنا منك شيء، وروح اضرب المعلم تبع اي بي.
بس هذا اللي بدنا اياه. بدخل ملثم حاله، ماشي هذاك معلم وقد حاله بس عمره 80 سنة، غير اللي فلته يعني. بخبط على خلقته وبطبشه، بخزق عينيه وبطقع رقبته. واي بي قاعد مع مرته وحاسس انه في موضوع غلط، في اشي. برن على المستشفى بس ما بقولوا له. وبنفس الوقت ايش معلم، العصابة بتستنى لما اي بي يروح يزور المعلم تبعه، وبروحوا على المدرسة بخطفوا ابن عباس وابن اي بي وبكسروا المدرسة وبفجروا الدنيا وبهربوا. وهذا ولا على باله، قاعد مع المعلم تبعه ايده مكسورة فيها 3 قطب ولا مش عارف ايش. المهم معلم بخف عقلها مرته انه ابنها اختفى، بروح طيران على المكان اللي فيه العصابة، شامط عصاي 4 متر، وهذاك قاعد باكل تفاح وبطعم الولد. ومين بيكون جنب الولد؟ ابنه لعباس. وهون بخف عقله لاي بي لما يشوف ابنه فوق. وعباس كمان بقول لهم اسمع وين ابني؟ عباس بنتش ابنه، بقول له احنا ما اتفقناش هيك. باخده وبروح، بضل ابن اي بي اللي بخف عقله ابنه قدامه. يا اخوان الابن غير، الابن لما ينخطف قصة بيبلش. وعباس بيرجع لعقله شوي، بقول له انت ضحكت علي، ببلش يفقع بالنظارات. هاي ريبان اصلية يا اخوان بس تكسرت. اي بي ببلش يفقع في وجوههم ويكسر عضلات ومعدة واحشاء وكلى وكبد، يعني الاعضاء تاعت الجسم بتخش ببعض، بتسلم على بعض، بتقول لهم يعطيكم العافية. ما بيخلي مكان يضربه لانه الابن زي ما حكينا غالي، وقاعد وشايفه قدامه في مكان خايف عليه يوقع كمان. بطير وبتشقلب لحد ما يقدر يطلعه. وبتيجي الشرطة بتقبض عباس، بتقول له معلم حتى لو انت من جوا رجعت بس انت الله لا يردك. وبرجع الولد لامه، امه بتقوم تشمطه كف توقع طحونة العقل، وبقول له خلص حقك علي. وهون يا اخوان من مرته ما بتتحمل، خلص بتقول له انا اصلا مريضة، انا مريضة. بتقول لها ايش في؟ بتقول له تعال انا بدي احكي لك. بتاخده طيران على المستشفى. وبتكون هون ايش المصيبة، انه بيعرف انها مريضة سرطان وانه مش ضايل لها وقت وراح تموت. وهون بتغير 180 درجة وبصير يعمل أي إشي بتحبه. نسيبه قاعد براضي فيها ونرجع لتايسون اللي بيشوف إنه آي بي بلش ينشهر وإنه اللي سواه انتشر في الجرايد، عشان يفقع وجهه للمسؤول ويروح يجيب واحد ثاني. مش عارف يعني انت شو ما عجبك فيه هذا ابو شعرات. بوديه على اي بي عشان قال ايش، انه هو اللي يخلص على اي بي. اي بي بقول له معلم انت بدك حلاقه على الصفر، وبدك اعاده هيكله وتوزيع شعر لانه عندك مشكله، والاسانسير ما بدي اسلمك اياه، بدك تنزل على الدرج كرفتي. بفقع وجهه وبطرده. وبنفس الوقت بروح لمرته بقول لها اسمع انا بدي احل المشكله من جذورها، خليكوا هون هيني جاي انا مش راح اطول. وبطلع لمين؟ بيطلع لتايسون دايركت. بقول له معلم اقرع، انت بدكش تحل عني، انا بدي افقع وجهك. وتايسون يا اخوان بني ادم مش هين، البوكس عنده بقتل، يعني اذا بشمطك بوكس بيوقعك 4 سنين بغيبوبة ما بتصحى منها، حتى القلب ممكن يوقف. وهنا اي بي باكل كم من بوكس من اللي بيحبوا قلبك، بس بالاخر بيلاقي تكتيك عشان يقدر يصد فيه البوكسات بكواع رجليه بايديه. المهم وبلسعه وحده على عينه وبشمطه وحده، بس برن الجرس وبتخلص من الحرب اللي بينهم بالتعادل. شو بدك بالطويل معلم، عباس بيشوف صور اي بي في الجرايد وانه هو الزلم البطل واقوى واحد بالكونغ فو، وهذا الحكي بيخفف عقله وبقرر يبارز المعلمين تاعون اللي بدربوا اللي عندهم مدارس كاراتيه وكونغ فو واحد واحد، ويعلم عليهم واحد واحد، عشان بالاخر يقدر مين معلم يبارز اي بي مان، يعني ينزل فيه تنزل تحدي هو وياه. وبالفعل عباس اخوان مش قليل، زلمه متكتك بفقع عينيهم واحد واحد، وببلش الجرايد تكتب عنه عشان بالاخير يوصل لمرحله انه لازم يواجه اي بي. وكل الصحافه بتبلش تكتب وبتنتشر الموضوع في الجرايد انه حددوا المكان والزمان وبنستنى اي بي يا ابو الغوالي. طب وين اي بي يا اي بي يا حج؟ اي بي يا اخوان مع مرته مركز بس انه يكون معها وتكون مبسوطة، لانه هو عارف انه هي ما راح تطول كثير وراح تموت، لانه مرضها في السرطان خطير. وبيقرأوا يعني اي اشي بحب تحبه، سينما ما سينما، اموره تمام. لحد ما يجي لبروسلي ويقول له اسمع بروسلي انا بعلمك على الرقص بما انه مرتك بتحبه وانت دربني. بقول له انا موافق، انا ما عنديش اي مشكلة. وبالفعل بيعلموا على الرقص، وهدول قاعدين بيستنوا باي بي. اي بي قاعد برقص يا اخوان، ساب الكونغ فو قاعد برقص، ومن الحب ما قتل. بيجي لمرته بقول لها انا تعلمت لك الرقص على كيفك. ببلش يهز زي عادل امام فيلم واحد من الافلام جزء الهلفوت. المهم وهذا برضو قاعد بستنى. عباس مش بده يستنى، خلص يا اما بتعلن انسحابك يا ابو الغوالي، ما عندي حل. عشان هون تكون المصيبة لما هو قاعد برقص مرته يغمى عليها وتوقع على الأرض، وياخدها طيران على المستشفى. لما تصحصح بقول لها أنت منيحة، شو وجهك منور، حاطة مكياج. بمزح معها وبسوي لها أكل وبظبط لها الدنيا وبضل قاعد معها، وبتجيب لها ابنه وتضلها قاعدة معه، وكل الأمور في السليم عشان هم عارفين إنها قاعدة شوي شوي بتراجع صحتها، لحد ما تطلب منه إنهم يتصوروا صور شخصية تذكارية. وبالفعل ما يعني
اي اشي بتطلبه بسوي لها اياه، لدرجه حتى وهم قاعدين يعني هيك بتناقشوا بتسامروا قاعدين المسويات، بتقول له اسمع بتعرف شو بدي منك؟ بقول لها شو؟ مش بدها تسمع ام كلثوم ولا عبد الحليم، لا لا، بتقول له بدي تجيب لي الخشب اللي بتتدرب عليها وتسمعني صوت الخشب وانت بتطقطقه بايديك، خلص انا بدي اسمع انه انت امورك طيبه وبتتدرب. وبالفعل يا اخوان بجيب الخشب وبلش يتدرب قدامها وبعمل لها اللي بدها اياه على الكامل زي ما بدها وزياده. وهم مروحين بتقول له بدي اسالك سؤال، لو انا كنت مش مريضه بتوافق على النزال تبع عباس؟ بقول لها بتقول له والله ما بخليها بنفسك. وبالفعل بتاخده وبتروح عند عباس وبتستنى برا عشان تبلش الملحمة التاريخية العظيمة. وبتبلش يا اخوان بعصي 10 متر كيلو مربع، بعرفش كثير طويل العصاي، وبيحاولوا يعني ولا ثقيلة هاي، بدك 5 يحملوها معك، شو بدك فيها؟ بقول له والله معك حق ثقيلة، خلينا نحطها على جنب نبلش بشي ثاني. وببلشوا يا اخوان بالسكاكين. شباب هاي السكاكين للعيد الأضحى، هاي للذبح مش يعني هاي أي ضربة فيها مش مزح حتى لو إنك بتمثل. المهم ببلشوا سلخ ببعض، يعني اي سكينة في غلطة في اي مكان الابيض هذا بيقلب احمر، راح يتمزع، راح ينزل الحجاب الحاجز يمسك في الكلية من كثر ما هي ماضية السكينة. وبتضلها المباراة ماشية تمام لحد ما تيجي سكينة جنب وجه مين؟ اي بي. وهون بيعرف انه عباس ممزحش، وبلش القتال بالايدين لحد ما ياكل هواي. اي بي بتكبس معه رسمي، بشمط الحركة تحت الافعى الملتوية، بوقعه على الارض، بقول له معلش الكبد اتفتت. وبيعرف انه عباس وقع، وبالفعل اي بي بخبط على وجه عباس، وعباس بضل ساكت واموره في السليم، بقول له سلام يا حبيبي. ولما يرجع لمرته بقول لها انا فزت زي ما وعدتك والامور في السليم، وبكون عارف انها قربت تموت ووجهها خلص يعني في اواخر ايامها. عشان اخر الفيلم يفرجونا انه بتطلع على صورتها التذكارية بعد ما ماتت، وخاف عقله قاعد لحاله حزين وبتصور زي ما هو صور تذكارية يا ابو الغوالي.